بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بعد تعادل الاهلي امام شباب بلوزداد. لكن قبل ما نروح لرد فعل مفاجئ من خالد الغندور على تعادل النادي الاهلي امام شباب بلوزداد، هناخد جزء من تعليق رضا عبد العال على تعادل النادي الاهلي ونرجع لبعض تاني مع خالد الغندور وتعادل الاهلي ومصطفى شوبير. حصل حاجة في ماتش ميدياما، انت حطيت نفسك في المأزق الصعب ده. فعلى العموم ربنا يكرم وربنا يوفق. وانا بقول لو انت لعبت بطريقة هجومية النهاردة كنت كسبت بأقل مجهود. لعيبة في الملعب مش شايفة وبتخليها 75 دقيقة. 75 دقيقة. انا ما اعرفش انت يعني قاعد ازاي على الدكة وشايف ان انت مالكش اي انيابة على الجون طول 75 دقيقة. مش عارف يعني، ولا شوط على الجون ولا كروس اتحط الجت ده. هم جابوا واحده في العارضه اللي هي الفاول، وواحده جنب العارضه، يعني كانوا ممكن يكسبوك كمان. على العموم ربنا يوفق، وان شاء الله تستفيد من ماتش النهارده استفاده قويه، والماتش اللي جاي صعب. انا بقول الماتش اللي جاي اصعب من ماتش النهارده، لان مديامه دي ملهاش فرصه غير ان تكسب الاهلي عشان تكسب بعد كده وتضمن ان هي تخش. فلو كسبت النادي الاهلي الماتش اللي جاي انت دخلت في حسبة بيرما يا ريس. ماشي يا ريس. على العموم يعني هنقول ربنا يوفق النادي الاهلي في الماتش اللي جاي، وان يصعد، عشان مش عايزين كارثة تاني للكرة المصرية. كفاية كوارث. ولو النادي الاهلي بجد بقى، لو النادي الاهلي خرج من البطولة دي لا قدر الله، يبقى بتأجل لك ليه؟ يعني بيتأجل لك ماتشات ليه ومدين لك الصلاحية ولا ومساندينك وكل حاجة؟ يبقى انت عايز ايه تاني؟ مفيش فرقة في العالم بيتعمل اللي بيتعمل لك يا اهلي. مالكش حجة. الحجة ان انت لازم الماتش اللي جاي تكسب وتعدي عشان تريحنا وتريح جماهيرك وتلعب على البطولة، لان احنا مش ناقصين كوارث. كفاية المنتخب علينا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قريب باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان على الابواب، والشعب المصري كله بخير ومصر بخير، وان شاء الله باذن الله نعيش في امان وسلام. وتحيا مصر. رمضان كريم. الله اكرم. كابتن رضا عبد العال يعني بيقول لنا بعد ما خلص الفيديو يعني بيبارك بقدوم رمضان، وكابتن رضا عبد العال بيقول ان الاهلي في خطر. انا بختلف مع كابتن رضا عبد العال. قبل ما اروح لخالد الغندور، كلنا توقعنا ان المباراة تكون صعبة، وكلنا توقعنا ان نتيجة تعادل النادي الاهلي مع شباب بلوزداد نتيجة كويسة بتخليك في صدارة المجموعة، وكلنا عارفين ان فوز واحد للنادي الاهلي يخليه يصعد للادوار اللي بعد كده. ده بالنسبة للنادي الاهلي. وبالنسبة للنادي الاهلي برضو يعني شيء مهم وشيء اكيد هنتكلم عنه بعد كابتن خالد الغندور ما نعرف تعليقه على المباراة. هنتكلم بشكل مفصل عن موضوع النادي الاهلي والتعادله. لكن نروح لكابتن خالد الغندور الاول، اللي هو برد فعل مفاجئ من خالد الغندور. كلنا كنا بنشوف بعد اي مباراة فيها تعادل او هزيمة للنادي الاهلي بيطلع كابتن خالد الغندور وبيسأل سؤال: من هو نجم المباراة؟ ولو كان طلع خالد غندور النهارده وقال ان من هو نجم المباراه، يعني على اساس ان مصطفى شوبير كان نجم المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، وتقريبا صد 5 كرات. طبعا النهارده كان مكسب كبير جدا من مصطفى شوبير. لكن جه التعادل السلبي في مباراه الاهلي وشباب بلوزداد في المواجهه التي احتضنتها ملعب 5 جويلبا في اطار مؤجلات الجوله الرابعه من دور المجموعات لبطوله دوري الابطال افريقيا. وكتب خالد الغندور عبر حسابه على الفيسبوك: انتهاء المباراة، الأهلي يعود بنقطة ثمينة جدا من الجزائر بعد التعادل مع فريق شباب بلوزداد سلبيا 0-0 بالجولة الرابعة لمجموعات أبطال إفريقيا. التعليق ده لخالد غندور يعتبر تعليق مفاجأة، لأن دائما خالد غندور بيحاول إنه يطلع يستفز جمهور النادي الأهلي أو إن هو يحفل على النادي الأهلي. فلما يقول النادي الأهلي بيعود بنقطة ثمينة، ففعلا النادي الأهلي عاد بنقطة ثمينة كلنا كأهلاوية تمنيناها. وطبعا جمهور النادي الأهلي بيتمنى الفوز، لكن
لما نشوف في احداث اللي قبل المباراه، هتلاقي لعيبه كانت في المنتخب، لعيبه مصابه بقالك اكتر من 50 يوم مفيش كوره في مصر، لعيبه كتير مريحه، في لعيبه جايه مجهده من المنتخب، وفي لعيبه اصلا ما شاركتش في المنتخب فما لعبتش اصلا بقالها فتره كبيره. ده غير اللعيبه اللي في مصر هنا كانت بتلعب مباراه وديه، والمباراه الوديه ملهاش اي قيمه زي المباراه الرسميه. ففي بدايه انطلاقه انك ترجع بنقطه من خارج ارضك انا بعتبره مكسب جدا. وخوف كابتن رضا عبد العال على النادي الاهلي خوف غير مبرر اطلاقا. ليه؟ لان النادي الاهلي يعني يفوز مباراة واحدة بس من المباراتين، مباراة واحدة يصعد. واهم حاجة النهاردة ان النادي الاهلي ما كانش يتغلب، وده اللي احنا كنا عايزينه، والحمد لله النادي الاهلي رجع باقل مجهود باقل امكانيات، جاب نقطة مهمة جدا جدا جدا. وبهذا التعادل بيتربع الفريق الكروي بالنادي الاهلي على عرش صدارة المجموعة الرابعة، ولديه في رصيده 6 نقاط بعد الفوز امام ميدياما الغاني وتعادلين امام يانج افريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة طبعا. وخارج القاهرة طبعا نتيجة جيدة جدا انك انت تتعادل رايح جاي مع شباب بلوزداد. اذا احنا متعادلين مع شباب بلوزداد وفوزنا خارج الديار، وان شاء الله نفوز في المباراتين الجايتين او نفوز على الاقل في مباراة، فان شاء الله كل الخير. ودائما شفنا في حتى في البطولات اللي قبل كده دائما شفنا نتائج يعني صعبة جدا للنادي الاهلي في المجموعات، لكن المارد الاحمر بيتصدر وينتصر ويفوز في النهايه او بيوصل النهايه او بيفوز بالنهائي. ف احنا متعودين مع النادي الاهلي ان هو بينتفض لما بيعدي من دور المجموعات. وبشكركم وكل سنه وانتم طيبين، وزي ما قال كابتن رضا عبد العال رمضان قرب وعلى الابواب ورمضان كريم والله اكرم. والنادي الاهلي يا كابتن رضا دائما مشرف مصر ومشرف الكره العربيه والمصريه بصفه خاصه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.